السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا النهاردة طريقة عمل انسيال من كسر الحجر. ازاي نستخدم كسر الحجر؟ طبعا احنا كنا شفنا في فيديو المشتريات الوان كتير من كسر الحجر، وطبعا افكار كسر الحجر بتكون قليلة في تنفيذها. فالنهاردة هنعمل انسيال من كسر الحجر بطريقة بسيطة وغير مكلفة، وازاي نغلف الانسيال والشكل النهائي ليه. ده شكل لانسيال من كسر الحجر بالشكل ده كده. احنا عملناه بالشكل ده بطريقة بسيطة جدا، وكمان يعني مميزة، وكمان شكله يعني شيك وحلو. الطريقة اول حاجة احنا مستعملين هنا واير، عاملينه على واير. هنقطع من الواير قطعة 18 سنتي من الواير. بعد كده هنبدأ نقفل الطرف الاولاني منها بالاستوبر وكفر الاستوبر من ناحية. بعد كده هنبدأ نرص كسر الحجر يعني 8 سنتي تقريبا. وبعد كده هنبدأ نستخدم الجزء اللي احنا حطيناه هنا ده اللي هو الألماظ. هنحط قطعة من الألماظ، وبعد كده قطعة من اللولي، أو واحدة من اللولي مقاس 10. يعني احنا بنختار اللون اللي هو بيكون ماشي مع اللون كسر الحجر اللي احنا بنعمل بيه. فاحنا عاملين هنا الاسود، فاستخدمنا معاه الاوفايت بحيث ان هو ينوره كده ويبقى واضح. فحطينا هنا واحدة من اللولي مقاس 10 الاوفايت، وبعد كده حطينا كمان واحدة من الألماس، وبعد كده كملنا كمان باقي المسافة اللي هي يعني ممكن تكون 8 سنتي اللي هي من كسر الحجر بالشكل ده كده. يعني احنا وصلنا للشكل ده كده. بعد كده نبدأ نحط الزرط بتاعنا في ناحيتين. طبعا احنا هنقفل بقى، احنا بعد ما نكمل هنا هنقفل الاول بالاستوبر وكفر الاستوبر في النهاية. وبعد كده هنبدأ نحط الزرط بتاعنا من ناحية كده، اللي هنحط الزردة والقفل بالشكل ده. الزردة هنحط الزردة والقفل بتاعنا بالشكل ده، والناحية التانية هنبدأ نحط برضو الزردة بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نجيب يعني قطعة من السلسلة، اي نوع سلسلة موجود عندنا، بنبدأ نقطع منه يعني 4 سنتي تقريبا، 4 سنتي يعني ما تبقاش طويلة قوي، يعني نخليها 4 سنتي. وبعد كده هنجيب واحدة من كسر الحجر وهنبدأ نعملها في مسمار بالشكل ده كده ونثبتها في السلسلة. يبقى عندنا الانسيال بقى بالشكل ده كده، اللي هي القطعة دي اللي هي السلسلة اللي يعني كشكل كده، ومعاها واحدة من كسر حجر بنفس اللون في مسمار. فده كان الشكل النهائي للموديل بتاع النهاردة. الفكرة دي بسيطة وحلوة، وكمان ان هي يعني شيك، واحنا ممكن ننفذها باي شكل عندنا. احنا ممكن مثلا لو احنا عندنا اللولي ممكن نستخدم هنا اللولي، ممكن نستخدم كريستال برضو، يعني بيكون نستخدم درجة من درجات الكريستال تمشي مع كسر الحجر. فده شكله ده اللي هو اللون الاسود. ممكن نعمله على كسر الحجر الملون اللي هو بالشكل ده كده، اللي انا كنت وريته لكم في فيديو المشتريات، اللي هو الشكل ده بالطريقة دي كده. وحطينا هنا للألماس، او حطينا هنا الألماس وواحدة من الكريستال. وهستخدمنا هنا الكريستالة اللي هي باللون الرصاصي كده بالشكل ده كده، يعني تكون ماشية مع اللون بتاعه لايق معاه، وكمان ان هو يكون شكله مميز او يديله شكل حلو. وحطينا واحدة تانية من الألماس الناحية التانية، وبعد كده قفلنا عادي وعملنا هنا بالاستوبر وكفر الاستوبر، وعملنا معاه سلسلة التطويل اللي احنا عملناها في التانية. وحطينا هنا في النهاية قطعة من كسر الحجر وفيها مثبتينها في المسمار بالشكل ده كده، بالشكل ده. فيبقى ده اللي هو الشكل النهائي لكسر الحجر الملون. وحطينا فيه في النص اللي هو الألماس وقطعة من الكريستال. دي طبعا فكرة بسيطة غير مكلفة نهائي. ممكن نعملها سادة كده لو احنا عايزين يعني نشيل القطعة اللي هي في النص اللي هي اللولي او الكريستالة. ممكن ان احنا نشيلها خالص ونعمله سادة كده، بحيث ان هو يكون طبعا ده ملون. فاحنا ممكن نعمله سادة خالص كده من غير اي حاجة خالص، ونرصه بس كده بالمقاس بتاعنا 18 سنتي، ونقفل من هنا بالاستوبر وكفر الاستوبر، ومن ناحية تانية برضو بالاستوبر وكفر الاستوبر. وبنعمل معانا السلسلة اللي احنا عاملينها كشكل كده، وفيها كسر الحجر في مسمار. بيبقى برضو شكلها حلو، برضو شكلها شيك، لو احنا استعملناها برضو بتبقى حلوة.
ده اللي هو الساده، وده اللي هو حطينا فيه كسر الحجر اللي هو او حطينا فيه الكريستاله اللي هي الرصاصي، وحطينا هنا اللي هي وحده اللولي اللي هي الاوف وايت. ممكن نعمل بقى نغير اللولي نفسه اللي هو بيبقى في النص ده، ممكن نعمله بالوان كتير بالشكل ده كده. يعني احنا ممكن نحط هنا واحده من اللولي مقاس 10 باللون النبيتي بالشكل ده كده. احنا ممكن برضو نعملها بنفس الطريقه، وحاطين هنا مع كسر حجر الملون اللي هي الالماس واللولي مقاس 10، وبعد كده قطعه الالماس تاني وعملناه بنفس الفكره. يعني كشكل احنا ممكن نلون بقى القطعه اللولي اللي احنا حاطينها، ممكن نلونها بنستخدم كل الالوان اللي موجوده، او ممكن تمشي كمان مع كسر حجر اللي احنا مستخدمينه. برضو كنا جبنا اللي هو اللون الابيض فرصاصي ده من كسر الحجر، برضو احنا ممكن نستخدمه، ونستخدم معاه هنا، استخدمنا معاه هنا كريستال اللي هي الرصاصي بالشكل ده كده. برضو شكلها حلو ومميز، برضو احنا ممكن نستخدمها مع الشكل ده او كسر الحجر ده، لان هي يعني لونها ماشي معاه وشكله مناسب مع الدرجات اللي موجودة في كسر الحجر. برضو نفس الفكرة، وحطينا هنا الألماظة في النص كده في نص المسافة. يعني طبعا احنا قلنا ده كله 18 سنتي، وعملنا هنا 8 سنتي الأول، كفر الصغر 8 سنتي، وبعد كده بنحط الألماظ ونحط الكريستالة اللي عندنا اللون اللي احنا عايزينه، وبعد كده نحط الألماظة التانية، وبعد كده بنكمل باقي المسافة اللي باقية اللي هي حوالي 8 سنتي. وبعد كده بنعمل هنا قطعة من السلسلة وفيها كسر حجر احنا مثبتينه هنا في مسمار، وحطيناه مع السلسلة بالشكل ده كده. وده الشكل النهائي ليه، برضو شكله حلو جدا وبسيط وغير مكلف. نفس الفكرة برضو هنا بقى استخدمنا الاسود وحطينا معاه الكريستالة اللي هي الرصاصي. يعني احنا ممكن نحط بقى كريستال نلون كده بقى الدستة والالوان اللي عندنا، نحط بقى ايه كريستال ملون، ممكن نحط لولي مقاس 10 ملون، وهكذا بقى. احنا بنقرر بقى كل الالوان الموجوده عندنا، وبنستخدم فيه الكريستال او بنستخدم فيه اللولي اللي هو ممكن يكون مناسب مع الشكل. وده برضو اللي هو اللون الابيض فرصاصي، برضو احنا مقررينه. ممكن نعمله يعني برضو ساده، لان في ناس بتبقى عايزاه ساده كده من غير اي حاجه خالص، بالذات الملون ده، فاحنا عملناه المره دي ساده كده. يعني ما حطيناش في النص اللي هي قطعه الالماس او قطعه الكريستال. ممكن احنا نستخدم قطعة اللولي اللي هي مقاس 10 هنا بالشكل ده كده. نستخدم الوان كتير وتكون مناسبة مع الشكل، فاحنا بنغير من هنا او بنغير اللولي اللي احنا مستخدمينه هنا في كل مرة، بنغير اللون بتاعه وبيكون ده الشكل النهائي دي. برضو ده اللي هو اللون الابيض. طيب ازاي احنا بقى نقدر ان احنا نكيس شكل الكارت اللي احنا ممكن نستخدمه للانسيال ده؟ طبعا احنا عندنا كسر حجر مكلف، احنا جايبين الفرع من كسر حجر ب 38 جنيه. لو احنا حسبنا التكاليف الانسيال ده يعني ممكن يكون معدي ال 10 جنيه بقطعه بالخرز اللولي او خرزة الكريستال. يعني كل تكاليفه ممكن يكون يعني معدي 10 جنيه. يعني هو تقريبا ال 38 او الفرع تقريبا مطلع يعني 4 قطع او 5 قطع، يعني تقريبا مطلع 5 قطع الفرع الواحد. فاحنا بنحسب بقى التكاليف وبنحط تكلفة الواير وتكلفة القفل بتاعنا، وكمان الخرزة اللي هي اللولي دي بنعرف الفرع فيه كام وحدة خرز، وبنبدأ نقسم اللي هو الفرع كله على عدد الخرز اللي موجود فيها، وبنبقى نطلع كده اللي هو، وبعد كده بنطلع سعر الخرزة الواحدة من اللولي او الكريستال. يعني الخرزة الواحدة بنبقى عارفين هي واقفة بكام، يعني واقفة ب10 قروش، واقفة ب15 قرش، واقفة ب20 قرش، بنبقى عارفين هي تكلفتها كام. ونبدأ ان احنا نعرف التكاليف، حتى قطعة السلسلة الصغيرة دي ممكن نعرف هي مكلفانا كام. برضو هنعرف المتر عامل كام، وهنقيس القطعة الصغيرة دي كام، وهنطلع برضو يعني هي مثلا عاملة 5 قروش 10 قروش، يعني بيبقى في الحدود دي. ونبدأ ان احنا نجمع بقى التكاليف كلها على بعضها، فهو يعني بيكون ما يعديش ال10 جنيه، او يعني يكون معدي ال10 جنيه بحاجات بسيطة، طبعا بالمصنعية اللي احنا هنحددها كمان. طيب ايه هو شكل الكارت اللي احنا ممكن نستخدم فيه؟ طبعا عشان كسر حجر بيبقى شكله مميز، وقطعة المفروض ان هي بتبقى غالية، فاحنا المفروض نحطها في كارت حلو وفي كيسة حلوة برضو يعني مناسبة مع السعر بتاعه. ففي بعض الكروت اللي انا جبتها اللي هي ممكن تكون مناسبة للانسيال اللي هو كسر حجر.
زي الكارت ده كده. الكارت ده يعني ممكن يكون مناسب ل نحط كسر حجر فيه، يعني شكله حلو ومميز. ده كده اللي هو الكارت، يعني بيكون هنا في قطعتين مجوفين كده. هنا احنا بنبدأ ان احنا نشيل القطعة اللي فيه دي بالشكل ده كده، بيبقى مجوف كده من فوق كده، وبيبقى فيه تحت كده قطعة برضو يعني او جزء كده احنا بنثبت فيه الانسيال. برضو احنا بنبدأ نسلكه كده، لان طبعا هو بيبقى ماسك في بعضه لان هو لسه احنا ما استخدمناهوش. بنبدأ نفتحه كده عشان احنا نحط فيه الانسيال وهنثبته. ده بالنسبة للكارت اللي احنا ممكن نحط فيه قطعة الانسيال اللي هي معمولة من كسر حجر. والكارت ده انا جايبة معاه كيسة بنفس المقاس بتاعه. ده شكل الكيسة اللي انا جايباها للكارت اللي هو بتاع الانسيال، عشان طبعا يبقى بنفس الشكل. وطبعا دي كيسة مستوردة برضو، بيبقى شكلها حلو جدا. ده اللي هو شكل الكيسة اللي انا قلت لكم عليها. ده شكل الكيسة اللي جايه مع الكارت، يعني الكارت ده جاي معاه الكيسة دي بالشكل ده كده، بيبقى بنفس المقاس يعني. والكيسة دي بتبقى خلفية، نقول عليها خلفية بيضة كده من ورا. دي طبعا بتبقى مستوردة، بتدي شكل حلو جدا للمنتج، وبيبقى باين ان هو يعني الشكل النهائي بتاعه حلو، لان طبعا الكارت يعتبر برضو كارت غالي وكيسة مميزة شوية، فبيبقى شكله محطوط او متكيس بطريقة مميزة. طب احنا ازاي نكيس هنا، او ازاي نحطه في الكارت ده؟ طبعا الكارت ده اهو يعني زي ما قلت لكم فيه فتحتين من فوق، وفي هنا جزء كده هنثبت فيه الانسيال. احنا جبنا الانسيال اللي معانا ده تمام. هنمسك من هنا كده اللي هو من القفل بتاعنا، وهنبدأ نثبته في القطعة دي كده. فاحنا كده ثبتناه من فوق اللي هو من القفل في القطعة دي كده، او في الجزء اللي هو المجوف ده. وبعد كده نبدأ نثبته من تحت في الجزء اللي انا قلت لكم عليه، اللي احنا برضو بيبقى معمول كده عشان نثبت فيه اللي هو الانسيال. فاحنا بنبدأ نثبته كده بالشكل ده. نفتح الجزئين دول كده، وبنبدأ نحط فيه الانسيال، وبعد كده بنقفل عليه كده بالشكل ده كده، بيكون مقفول عليه كده. طبعا احنا بنحطه في الكيسة بيبان ان هو، او بيبان ان هو مقفول عليه بالشكل ده كده اهو. يبقى ده اللي احنا كده حطيناه في الكارت بتاعه بالشكل ده كده. هنبدأ بعد كده نحطه في الكيسة. انا قلت لكم دي الكيسة اللي انا قلت لكم عليها جاية مع الكارت. دي الكيسة اللي جاية مع الكارت بالشكل ده كده. هنبدأ ان احنا نحطها الكارت بتاعنا في الكيسة بالشكل ده كده. بقى بالشكل ده كده اهو في الكيسة بتاعته بالشكل ده. طبعا هيبقى الجزء ده كده اللي هو السلسلة، هنبدأ ندخله كده، نظبطه بقى وندخله معاه كده. دخلنا الجزء اللي هو بتاع السلسلة اللي هو ده كده جنبه كده، وبعد كده نبدأ نقفل من ورا. يعني ده الشكل النهائي ليه بعد ما احنا حطيناه في الكارت والكيسة. ده الكارت والكيسة اللي انا جايباه للانسيال ده. طبعا بيكون شكله مميز ومحطوط في كارت وفي كيسة شكله مميز. طبعا القطعة دي بتبقى غالية، او ان هي تستلم المفروض تستلم غالية، فعشان كده المفروض ان احنا نكون مكيسينها بشكل برضو قايم في كارت حلو وفي كيسة حلوة، عشان يعني يكون مناسب مع السعر بتاعه. ده اللون الروز برضو بعد احنا ما غلفناه كده بالشكل ده كده. ده اللون الروز. وطبعا اللون الواحد احنا عاملين يعني احنا مغيرين بقى الخرزه اللي بتبقى في النص دي بكل الالوان. ده اللون الروز كل الالوان اهو. ده بالنسبه للون الروز حطينا مره الاوف وايت، حطينا مره اللون اللي هو الرصاصي، حاطين مره اللون اللي هو النبيتي بالشكل ده كده، وممكن نحط برضو اللون الاسود بالشكل ده. فطبعا دي كلها الوان ليه. وبرده احنا مقررين هنا كمان واحد اسود بالشكل ده. يبقى احنا بنعمل هنا الكروت اهي، والشكل النهائي للانسان اللي قلت لكم عليه اللي هو معمول من كسر حجر. ده شكله النهائي في الكارت وفي الكيسه بتاعه. ممكن برضو ده الشكل النهائي للانسيال اللي هو الابيض، الكسر حجر الابيض في رصاصي بالشكل ده كده. وانا قلت لكم ان احنا بنغير الشكل اللي هنا ده. ده اللون اللي هو النبيتي. ده اللون الاسود برضو في الكيسه والكارت بتاعه. ده اللون
برضو احنا مقررين، برضو احنا ممكن نقرر بقى ونعمل العدد اللي احنا عايزينه. ده اللون النبيتي، وهنا برضو اللون الاسود تاني بالشكل ده كده. ده اللي هي الالوان اللي معموله من كاس الحجر. ودي ده واحد برضو من حاطين هنا في النص الكريستاله اللي هي الرصاصي. تمام. فدي برضو مجموعه من اللون الابيض اللي انا قلت لكم عليه بعد ما عملناها ونفذناها. وده شكله فيه الكيسه والكارت بتاعه، ده الشكل النهائي ليه من كاس الحجر. ده انسيال من كاس الحجر. وده برضو اللون الاسود بعد ما احنا كيسناه بالشكل ده كده وحاطينه. طبعا احنا بنعمل كل الالوان او بنعمل الالوان اللي هي يعني يكون في تنوع شويه في الالوان في اللولي اللي هو حاطينه في النص. ممكن ان احنا نحط كريستال او لولي واحنا بنغير اللون بتاعه. ممكن نحطه الاوف وايت، ممكن نحطه الاسود، ممكن نحطه نبيتي. يعني دي الالوان اللي كنت مستخدماها. يعني شايفه ان هي تبقى شكلها كويس مع كسر حجر. وده الشكل النهائي اللي في الكيسه وفي الكارت بتاعه بالشكل ده كده. ده بالنسبه للانسيال اللي انا قلت لكم عليه من كاس الحجر. وقلت لكم وريتكم الكروت اللي انا استخدمتها، الكارت اللي انا استخدمته والكيسه اللي انا استخدمتها في ان احنا نكيس ازاي. ده الكارت، وده الكيسه اللي جايه مع الكارت. احنا طبعا بنحاول ان احنا نحطه في كيسه وفي كارت حلو يعني مناسب مع السعر بتاعه وبيكون شكله قيم ليه. ده كيسه وكارت، لان في ناس قالوا لي ازاي ان احنا نكيس الانسيال. دي فكره من الافكار اللي احنا ممكن نكيس بيها الانسيال. جبنا الكارت ده والكيسه دي. طبعا دي كيسه مستورده، والكارت برضو يعتبر برضو يعني حلو ومميز. ده بيكون الكارت بيجي مع الكيسه بتاعته بالشكل ده كده. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو وعجبكم الانسيال الجديد اللي انا قلت لكم عليه. فكره بسيطه وغير مكلفه نهائي، لان افكار كسر حجر بتكون قليله. فدي فكره بسيطه كده من كسر حجر، ازاي نعمل كسر حجر في انسيال كده بطريقه بسيطه وفي نفس الوقت مميز وشكله شيك. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو وعجبكم موديل الانسيال الجديد من كسر حجر. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.